كانت عندها 43 عام. هذا هو عمرها، ميمة وأرملة، واقفة في ديك المخبزة بواحد الفورمة وجمال رباني. كانت عاطية الناس الثقة، وحتى حد ما كيقدر يزعم عليها أو يحل فمو بكلمة زايدة في حقها. وأنا عبد الرزاق، الدري اللي كنت كنشوفها من بعيد وكان بات كنحلم بيها. كنت كنقول مع راسي، واش هاد الزين ممكن يكون ديالي في شي نهار؟ واش هاديك الطولة والأنوثة اللي كتدوخ العقل ممكن تقبل بواحد بحالي؟ قصي مع مولات المخبزة بدات بشوفة، وتطورات لواحد المتاهة ديال العشق والغيرة والخوف من الهضرة د الناس. خليكم معايا، حيت هاد الحكاية فيها تفاصيل غتخليكم تعاودوا تفكروا في معنى الحب المستحيل. ولكن وقبل ما نعاود لكم على كيفاش دخلت للمخبزة ديال لاله شادية وكيفاش قدرت نطيحها ونتمكن منها، خاصني نعاود لكم ضروري كيفاش كنت عايش وكيفاش كانت غدا بيا الحياة. سميتي عبد الرزاق، وعندي 39 عام، عايش في واحد الحي شعبي قديم، في حومة اللي الحيوطة ديالها عارفيني مزيان وحافظين حتى الأسرار ديالي. ساكن مع الوالدة ديالي الله يخليها ليا ويطول ليا في عمرها، في واحد الدار صغيرة اللي واخا ضيقة ديما عامرة بالبركة وبالدعاويد الخير ديالها اللي هما راس مالي في هاد الدنيا. قريت بزاف، وطحنت الكتوبة طحين، وجبت شواهد ودبلومات اللي كنت كنظن بلي غادي يفتحوا ليا باب السعادة والرزق. ولكن مع الأسف بقيت غادي جاي كنقلب على خدمة، وفين ما كنت كنلقى شي خدمة كانوا كيجريو عليا. خدمت في هادي وخدمت في هادي، مرة في قهوة، مرة في محل ديال البيع والشراء، مرة في شركة، ولكن والو. الأمور سبحان الله ديما كتعكس، بحال لا شي نحس ولا شي تابعة كتشد الباب في الوجه ديالي في آخر لحظة. والشي اللي زاد غرقني هما دوك الأفكار السوداوية اللي بداو كيتسلوا للعقل ديالي. وليت كنقول مع راسي، واش الحسد والعين هما اللي تابعيني ومعكسين الأمور؟ صافي وليت كنحس براسي بحال شي واحد غادي في الظلام. الوالدة مسكينة همها الوحيد في هاد الدنيا، هو تشوفني مستقر وتشوفني مزوج وباغا تفرح بولادي قبل ما يدي مول الأمانة أمانته وتمشي فين غنمشيو كاملين. كل نهار ومع الصباح وحنا كنفطرو ديما كتجبد معايا نفس الموضوع وكتقول لي، اولدي عبد الرزاق، بغيت نشوف ولادك قبل ما نموت، وبغيت نفرح بيك راك كبرتي، وصحابك كلهم داروا ديورهم وداروا عليا شي وليو. ولكن انا كنت كنبقى غير ساكت، كنسمع ليها وقلبي مزير عليا. واش غادي نقول ليها وانا براسي عييت مكثر التخمام؟ كنقول مع راسي الخدمه ما كايناش، والفلوس ناقصه، والزواج كيخصو الواحد يكون واقف على رجليه، ماشي غادي نتزوج غير بالهضره. ولكن سبحان الله، الدنيا عمرها ما كتبقى على حال واحد، وشي مرات وسط دوك الهموم كاملين كيبان شي خيط ديال النور، او نقدر نقول لكم خيط ديال الفتنه والجمال اللي كيبدل الحال ديال الواحد. وفي الدرب اللي لاصق في الدرب ديالنا كاينه واحد المخبزه معروفه بزاف عند الناس ديال الحومه، وحتى الناس اللي ماشي من الحومه كيجيو يتقداو منها. مخبزه قديمه شويه، ولكن ديما نقيه ومقاده، والريحه ديال الخبز السخون والصابلي كتشمها من التالي ديال الزنقه. كتلقى فيها الخبز بلدي على حقه وطريقه، والصابلي بالانواع ديالو، وكل شي مصاوب بيدين عندهم الصنعه والخبره. هاد المخبزه كتملكها وكتسيرها لاله شاديه. شكون هي هاد لاله شاديه؟ مرا ارمله، مات راجلها في قصيده هادي 3 سنين وخلى ليها المخبزه والدار اللي حداها. ومن نهار توفى راجلها وهي واقفه على رجليها كتكافح بوحدها، وكتخدم من الصباح بكري حتى العشيه، وكتطلب الرزق من عند الله، وكتصرف على راسها بعرق جبهتها. لاله شاديه ماشي بحال بزاف ديال العيالات اللي كنعرفوهم في الحومه. ربي عطاها القبول، ومنين كتدخل لشي بلاصه الناس كاملين كينتبهوا ليها بلا ما تهضر، وكيبقاو حالين فيها فمهم. في عمرها 43 عام، ولكن اللي يشوفها يقول مازال صغيره في السن، حيت مهليه في راسها وفيها واحد النشاط والحيويه اللي كيزيدوها شباب، وديما كتبان مهتمه براسها ودايها في خدمتها.
وزيد على هادشي كامل عندها شخصية قوية بزاف، ما عمر شي واحد سمع عليها شي هضرة خايبة، وما عمر شي حد تقدر يتجرأ ويتجاوز حدودو معاها. كتعامل الناس كاملين بالمعقول والاحترام، وفي نفس الوقت كتعرف كيفاش تفرض الاحترام ديالها، وما كتدخلش في الهضرة الخاوية مع الرجال، وما كتعطيش فرصة لشي واحد يستهزئ بها ولا ينقص من قيمتها. واقفة ثابتة، رزينة وثقيلة، وعارفة مزيان شنو ليها وشنو عليها. وصراحة وبيني وبينكم كتعجبني بزاف، وما غاديش نكذب على راسي، كيعجبني فيها داك الهدوء اللي باين في الملامح ديالها، وداك الوجه الباشوش اللي ديما كيرحب بالناس ملي كتكون واقفة مورا الكونطوار كتقضي شي غرض للكليان. كتبان مركزة في خدمتها، ولكن ديما عندها هضرة زوينة وابتسامة خفيفة لكل واحد. أما الشكل ديالها فتبارك الله عليها، طويلة شوية وعامرة، الشوفة فيها كتفتنك وكتخليك تشهاها وتمناها تكون ملكك، واقفة بواحد الثقة اللي كتبرز شخصيتها. كل حركة كديرها فيها البساطة والوقار، وهاد الشي هو اللي كيزيدها جاذبية في العين ديال اللي كيشوفها. كدوز من قدامك وكيبقى حضورها في البال، ماشي غير حيت زوينة، ولكن حيت عندها واحد الهيبة والتميز اللي ما كتلقاهش عند شي مرا وحدة أخرى. ولكن من بعد هاد الشي كنرجع للواقع ديالي وكنسول راسي، شكون انا باش نحلم بشي وحده بحال هادي، بزينها وفورمتها ورزقها، وانا غير عبد الرزاق البيطالي ديال الحومه اللي نهار كيدوز عليه بحال خوه، والرزق ديالو غير على قد الحال. كنقضي وقتي مع البيطاليين بحالي في القهاوي والزناقي، وكنعيش نهار بنهار، وكنتمنى غير الله يفتح ليا شي باب ديال الخير. كنبقى نسول راسي، كيفاش يقدر واحد بحالي حتى يتقرب من مرا بحال لالا شادية؟ واش هاد الاعجاب من بعيد غيبقى مخبي وحابس غير في قلبي، ولا الاقدار مخبيه ليا شي حاجه ما كان حتى شي واحد كيتوقعها؟ الوالده مسكينه كانت عارفه البير وغطاه، وكانت قاريه شنو كيدور في راسي من شحال هادي. ما كنتش محتاج نهضر ولا نعبر، غير من نظره وحده كانت كتفهم باللي لالا شادية داهيه ليا العقل ومخربقاه ومعمره ليا عيني وحتى قلبي. ولكن بالرغم هاد الشي كامل كانت ديما كتكون واقعية معايا، وكتهبطني للأرض من بعد ما نطلق الخيال ديالي بعيد. كانت كتنهد وتقول لي: ولدي، هذيك مولات المخبزة راه ماشي ساهلة، وخصوصا هي بالذات باين عليها مرا واعية وذكية وعارفة قيمتها، وبعيدة بزاف على شي واحد بحالك مازال كيقلب على راسو في هاد الدنيا. كانت الهضرة ديال الوالدة كتفيقني من دوك الأحلام، حيت كنت عارف باللي هضرتها فيها شوية ديال المنطق. وانا في داك الوقت ما كانت عندي لا خدمه مستقره لا باب ديال الرزق نعول عليه، غير كنت كنعيش النهار بنهار وكنقلب كيفاش نوقف على رجلي. اما لالا شاديه من جهه اخرى فكانت مرا محترمه خدامه واقفه على رجليها، والناس كاملين كيشهدوا ليها بالعقل والرزانه. يعني الفرق بيناتنا كان باين وواضح. ومع هادشي كامل عمري قدرت نحيها من بالي. كنت ديما كنلقى شي حجة ولا شي مناسبة باش ندوز من حدا المخبزة ديالها. مرة كنقول ليها خاصني الخبز بلدي، ومرة كنقول ليها خاصني ناخد شي حلوة، ولكن في الحقيقة السبب كان واحد: بغيت غير نشوفها. كنت كنرتاح ملي كنشوف داك الوجه المنور ديالها، وكنحس براسي بحال نهاري تزاد فيه الضو شوية. كانت عندها واحد الطلة خاصة كتخلي القلب يرتاح والعين تبقى معلقة فيها. وواحد النهار مع العشية والجو كان مكالمي والزنقة عامرة غير بشوية ديال الحركة، دزت للمخبزة كيف العادة، وملي دخلت لقيتها واقفة بوحدها ورا الكونطوار. كانت لابسة جلابة خفيفة باللون موف فاتح، زادت مبينة عليها الأناقة ولاصقة على الداد ديالها، وحاطة فوق راسها شال بيض ملفوف. عينيها كانوا مكحلين، وشوية ديال الشعر اللي كان خارج من الجنب زاد في الزين ديالها. أما ابتسامتها الخفيفة فكانت كتعطيها واحد الهيبة مخلطة بالحنان. بقيت واقف كنشوف فيها بعيني قبل ما نهضر،
ومن بعد قلت ليها: السلام عليكم لاله شاديه، تبارك الله، الريحه ديال الخبز اللي خارجه من هنا كتشهي. عندكم هنا واحد البنه بوحدها. هزات راسها وشافت فيا وردات بصوتها الحنين: وعليكم السلام السي عبد الرزاق، الله يبارك فيك، شكرا على هاد المجامله ديالك. حنا غير كنديرو خدمتنا، والكليان بحالكم هما اللي كيعطيو لهاد المخبزه القيمه ديالها. ضحكت بشويه ديال الحشمه وحسيت براسي خاصني نجرب نتقرب منها بالهضره اكثر. قلت ليها: النور نورك لاله شاديه، والصراحه ماشي غير الخبز اللي كيجيبنا لهاد المخبازه، كاينين شي حوايج اخرى كتخلي الواحد يبدل الطريق ويدوز من لهنا. شي مناظر زوينه تبارك الله كتشرح النفس وكتبرد الخاطر. هزات حاجبها بشويه وبقات كتشوف فيا بحال اللي راه فهمات القصد ديالي، ولكن تعمدت ما تبينش. ومن بعد قالت لي: باين عليك خبير في المخبوزات السي عبد الرزاق. راه الصنعه كتبقى صنعه، وكل واحد وشنو كيعطي لخدمته. هما جوج خبزات باقيين سخان بالصحه والراحه. خديت منها الخبز، ولكن قلبي كان كيدق دقات سراعين، حتى حسيت بيه غادي يخرج من بلاصتو. خرجت من المخبازه وانا غير كنفكر فيها، وكل نهار كان حبها كيكبر في قلبي كتر، حتى ولا حضورها مرافقني في كل لحظه. وما خليت حتى حيلة ولا سبب الا واستعملته باش نقرب منها ولو غير شويه. ولكن ديما كنت كنلقى راسي واقف في بلاصه وحده، كنشوفها من البعيد وما قادرش ندير الخطوه اللي من بعدها. ودازوا ليام على هاد الحال، حتى جا النهار اللي ما كانش في الحسبان. كنت غادي من قدام المخبازه، واذا بيا كنسمع الصوت ديال الطوموبيل ديال السلعه واقف قدام الباب ديال المخبازه. هبطوا منها خناشي كبار ديال الطحين عامرين وباين عليهم الثقل. مول السلعه كان واقف غير هو والشيفور وكيتشكى من ظهره، وما لقاوش اللي يعاونهم ويدخل السلعه للمحل. في ديك اللحظه انا بلا ما نفكر مشيت وحيدت الجاكيطه اللي كنت لابس، قربت من اول خنشه وهزيتها فوق كتافي. حسيت بالثقل، ولكن في داك اللحظه كان عندي هدف واحد في بالي: نبين لاله شاديه باللي انا ما فياش غير الهضره الخاويه، وانني رجل ديال المواقف وتقدر تعول عليه. بديت كندخل الخناشي وحده مورا وحده، داخل خارج، والعرق كيسيل من جبهتي وعنقي. عييت ونفسي تقطعات بداك المجهود، ولكن ما وقفتش. وكل مره كنت كنحط شي خنشه في بلاصتها، كنت كنسرق شوفه صغيره في لاله شاديه باش نشوف واش ملاحظاني ولا لا. ووسط هاد العيا كامل كان كيعطيني واحد القوه، واحد الاحساس داخلي، احساس باللي ربما هذه اول فرصه حقيقيه باش تشوف فيا لاله شاديه شي حاجه اكثر من مجرد كليان كيدوز باش يشري الخبز من عندها، وتشوف فيا راجل تقدر تعول عليه من يطيح في شي موقف ديال بصح. فساليت من داك الشقا كامل وهزيت الخناشي وحده بوحده حتى دخلتهم كاملين. حطيت اخر خنشه في بلاصتها، وقفت شويه كنرجع النفس ديالي، مساحت العرق من جبهتي وحسيت براسي مهلوك من العيا وتماره. ولكن في قلبي كانت واحد الفرحه كبيره كتمحي داك العيا كامل. كنت فرحان حيت الخدمه سالات على خير، وزادني الاحساس بالرضا على راسي حيت خدمت مزيان وما قصرتش. وفي ديك اللحظه خرجات عندي لاله شاديه من الداخل ديال المخبازه، وكانت هازه في يديها كاس كبير ديال العصير بارد ومعاه واحد الطرف ديال الحلوى كيشهي. قربات عندي ومدات ليا الكاس بابتسامه زوينه ودافيه، وقالت لي وهي كتشوف فيا: تبارك الله عليك السي عبد الرزاق، والله ما كنت عارفه فيك هاد الجهد كامل. راك وريتيني باللي انت راجل ديال الخدمه وتماره، وكتعرف كيفاش تشد المسؤوليه. هاك شرب هاد العصير وبرد على راسك، راه باين عليك عييتي بزاف. انا خديت داك الكاس من يديها وانا كنشوف فيها، وحسيت بقلبي بدا كيدق شي دقات ماشي بحال الدقات العاديين. وما عرفتش واش من العيا ولا من قربها ولا من داك الاهتمام اللي ما عمري ما كنت كنتسناه منها. قلت ليها وانا كنحاول نبان مهني: الله يبارك فيك لاله شاديه، والله يعطيك الخير. الخير ماشي غريب عليك، وانا ما درت غير الواجب. اللي يقدر يعاون شي واحد راه خصو يعاونو. بقات ساكته شويه كتشوف فيا بعينيها بحال كانت كتقرا داكشي اللي مخبيه في قلبي. ومن بعد قالت لي: بصراحه السي عبد الرزاق، من نهار جيتي وانا كنراقبك كيفاش كتخدم، راك معقول ومجتهد وما كتقولش لا للخدمه.
وزيد عليها راك ولد الناس. ودابا بما انك ما عندكش خدمه قاره، علاش ما تجيش تخدم معايا هنا في المخبازه؟ راه خاصني شي واحد نقدر نعول عليه، يعاوني في السلعه وفي الخدمه اللي ما يقدرش يديرها اي واحد. وانا صراحه مرتاحه ليك وكنثيق فيك. في ديك اللحظه حسيت بحال اللي غادي نطير من الفرحه. كانت الفرصه اللي تمنيتها من قلبي، وزدت فرحت حيت جات من عندها هي. ولكن حاولت نتحكم في راسي وما نبينش ليها شحال فرحت. خبيت داك الحماس اللي كان غادي يفضحني. خرجت ليا غير واحد الابتسامه خفيفه وقلت ليها: هذا شرف كبير ليا لاله شاديه، والعرض ديالك فوق الراس والعين. ولكن الا سمحتي لي غير خليني نفكر هاد الليله على خاطري ونرتب افكاري، وغدا ان شاء الله نعطيك الجواب النهائي ديالي. ضحكات وقالت لي: هذه مسألة زوينة وخاص الإنسان يفكر قبل ما يتاخد حتى قرار. خذ راحتك السي عبد الرزاق وفكر مزيان، وإن شاء الله يكون خير. ديك الساعة سلمت عليها ومشيت للدار مزروب، وقلبي عامر بالفرحة والآمال. الطريق كاملة وأنا كنفكر في هاد الفرصة الجديدة اللي هبطت عليا بحال شي هدية من السما. وفاش وصلت للدار دخلت عند الوالدة مباشرة. كانت جالسة كترتب في شي حوايج ديال الدار، ومنين شافتني داخل بوجه منور عرفات باللي كاين شي خبر زوين. وقبل ما تسولني بديت كنعاود ليها كاع داكشي اللي وقع من الاول حتى للتالي. حكيت ليها على الخدمه وعلى العصير وعلى العرض ديال لاله شاديه بالتفصيل. منين ساليت بان في وجهها الفرحه والراحه، ولمعات عينيها بواحد الامل كبير، وقالت لي وهي كتشوف فيا بحنان: هذه هي الفرصه اللي كنت كنتمناها لك ولدي. لاله شاديه مرا زوينه وبنت الناس ومعروفه بالخير والنيه، والخدمه ما عمرها كانت عيب، بالعكس، اللي كيخدم بيديه راه هو سيد الرجال. سير اولدي توكل على الله وعلى بركه الله، والله يسخر لك الامور ويفتح لك بيبان الرزق والخير. الهضره ديال الوالده دخلت لقلبي وخلاتني نرتاح اكثر، وحسيت باللي القرار اللي غادي ناخذ هو الصحيح. ولا غدت ليه، ومع الصبح بكري وقبل ما تبدا الحركه في الزنقه كنت واقف قدام المخبازه، والشمس كانت يلاه بدات كطلع، والجو كالمي، والمخبازه مازال خاويه من الكليان. دخلت ولقيت لاله شاديه بوحدها كتوجد المحل والسلعه قبل ما يبداو يجيو الناس. شافتني وابتسمت، وانا مشيت عندها وقفت قدامها بكل ثقه وقلت ليها: صباح الخير لاله شاديه. ردات عليا: صباح النور السي عبد الرزاق. قلت ليها: جيت نعطيك الجواب ديالي، راني فكرت مزيان في الهضره ديالك، وزنت الامور كامله، وقررت باش نوافق. ومن اليوم اعتبريني خدام معك، وغادي ندير جهدي باش نكون عند حسن الظن ديالك. بانت عليها الفرحة في ديك الساعات، وهزات راسها بريضة وقالت لي: على بركة الله، من اليوم ها انت واحد منا، وهاد المخبزة راها دارك كيف ما هي داري. وفي ديك النهار بالذات تبدل المسار د حياتي كامل، وما كنتش عارف شنو مخبي ليا الزمان من مفاجآت. ولكن كنت متأكد من حاجة وحدة: من تحت داك السقف بدات الحكاية الحقيقية ديالي مع لاله شادية. الحكاية اللي غادي تبدل حياتي من الجذورة ديالها، وتفتح باب لأيام ما كنتش حتى كنحلم به. الخدمة الجديدة في المخبزة ما كانت سهلة كيف ما كنت متخيل في الأول. ملي دخلت نخدم كنت كنظن غادي نتعلم شوية ديال الخدمة وغادي نولف بالزربة. ولكن ملي لقيت راسي وسط داك الروينة ديال المخبزة عرفت باللي الواقع ماشي بحال داكشي اللي كنت راسم في بالي. من الصباح بكري والناس داخلة خارجة، ها اللي باغي الخبز وها اللي باغي الحلوة، وكاين اللي مزروب وكيقول لك اش هاد التعطال. وانا كنت باقي جديد كنشوف هنا وهنا بحال الليله تايه في وسط هاد الروينه ديال الخدمه. في الايامات الاولى كنت كنبان بحال شي واحد تالف وما فاهمش الصنعه مزيان، وما عارفش كيفاش ندبر راسي وسط داك الصداع والضغط ديال الكليان. مره كنغلط في التستاف ديال الحلوه، وشي مره كنحط شي حاجه في بلاصه اللي ماشي هي هاديك، ومره كنولي مزروب غير من كثره ديال الناس اللي كيسولوا وكيطلبوا. وكنت كل مرة كنغلط كندير في بالي باللي لاله شادية غادي تتعصب عليا وتقول لي اش هاد الخدمة اللي كدير. ولكن لاله شادية الله يعمر ليها الدار ما كانتش بحال اللي كنت كنظن. عمرها ما كانت كتغوت عليا ولا تقلق مني، بالعكس كانت كتشوف فيا بحنان، وكتاخد بيدي وكتعلمني شوية بشوية وحدة بوحدة وبصبر كبير. وإلا غلط كانت كتضحك وكتقول لي: ماشي مشكلة السي عبد الرزاق، راك باقي جديد، غير بشوية عليك وغادي تتعلم وتولي معلم في الصنعة. وكانت هذه هي الطريقة ديالها:
كتخليني نحس براسي مرتاح معاها، ماشي غير حيت كانت هي مولات المخبازة، ولكن حيت كان فيها شي دفء غريب وشي حنان كيخليك تبغي تسمع كلامها وتبقى حداها. وكل نهار كان كيدوز كنت كنكتشف فيها شي حاجة جديدة كتزيد تخليني نتعلق بها أكتر. وواحد النهار كنت واقف قدام الفران كنحاول نقاد واحد اللاطة ديال الحلوى، وداك النهار بالضبط كانت المخبزة عامرة والطلبات كتيرة، وانا بديت كنحس بالضغط، يديا كانوا كيترعشوا شوية، وبقيت كنحاول نركز، ولكن كل مرة كنحس براسي غادي نغلط. بان عليا التخربيق وبحال لا تالف، حتى حسيت براسي سخن وخفت لنفسد الخدمة. شوية حسيت بشي حد قريب ليا، دورت راسي لقيت لاله شادية واقفة حدايا، قربات مني حتى حسيت بديك الريحة الزوينة ديالها اللي كتدوخ الواحد وكتخليه ينسى فين واقف. وقفات حدايا وشافت فيا بواحد النظرة كلها حنان وقالت لي: مالك السي عبد الرزاق، راك مزروب بزاف، الصنعة كتبغي الخاطر ماشي الزربة والعصبية. درت لعندها وابتسمت وانا كنشوف في عيونها وما قادرش نحيد عيني منها، وقلت ليها: سمحي لي يا لاله شادية، غير خايف ندير شي غلطة ونحشمك قدام الناس، خصوصا وانا كنخدم قدام وحدة بحالك والسادة في هاد الصنعة وزوينة في نفس الوقت. هي غير سمعت كلامي، ضحكات بديك الضحكة ديالها اللي كتخلي القلب يدوب بوحدو، وقربات شوية وقالت لي: اش هاد الهضرة، ما كاين لا حشمة لا والو، كنا بدينا من الزيرو وحتى واحد ما تزاد معلم. غير حط يديك هكا ودير خدمتك بثقة، راه اي حاجة كتوجدها بالخاطر كتخرج زوينة. ومن بعد قربت يديها من يدي وحطاتهم فوق يديا باش توريني كيفاش نقد الحلوة مزيان. في داك اللحظة حسيت بواحد السخونية غريبة دايزة في ذاتي كاملة، بحال هداك اللمسة البسيطة دارت فيا شي حاجة ما كنتش فاهمها. دقات قلبي بداو كيزيدو، وحسيت براسي ما بقيت مركز لا مع خدمة لا مع حلوة لا مع فران، كلشي ولا بعيد عليا، وما بقى قدام عيني غير هي ودوك العيون العسليين ديالها اللي كانوا كيشدوا فيا بحال السحر. بقيت كنحرك يدي بحال كيف وراتني، ولكن عقلي كان في بلاصة أخرى. تململت في بلاصتي وقلت ليها بصوت مسموع غير ليها: إلا كنتي انت هي الأستاذة نقدر نتعلم الصنعة كاملة في نهار واحد، المهم عندي هو نبقى ديما قريب ليك. هي سكتات في ديك اللحظة وشافت فيا بواحد النظرة لامعة، وفمها بانت واحد الابتسامة ساحرة. حسيت بحال لا فهمات شنو كان كيدور في قلبي، ولكن ما بغاتش تفضحني. ومن بعد قالت لي: كون انا السي عبد الرزاق، مادامك معايا راك ديما غتبقى مرتاح، غير كمل خدمتك دابا راه الكليان كيتسناو. رجعت انا للخدمه وبقيت واقف في بلاصتي كنحاول نفيق من داك الاحساس اللي خلاتو فيا. ومن داك النهار تبدلوا فيا بزاف د الحوايج، وهكا بقينا غاديين يوم ورا يوم، وكل نهار كيدوز كنا كنزيدو نقربوا لبعضياتنا كتر، ولات بيناتنا هضره خاصه وضحك خاص ونظرات كتقول كتر من اي كلام. الغمزات والكلام الحلو بيناتنا ولا بحال الخبز اللي كنوجدوه بشكل يومي، وكل مره كتضحك ليا ولا تقرب مني كنت كنحس قلبي كيزيد يشعل كتر. وانا بلا ما نحس لقيت راسي وليت كنفيق ونفكر فيها، وكنمشي للمخبزه وكنقول بيني وبين راسي: واش اليوم غادي تضحك معايا؟ واش غادي تهضر معايا بحال البارح؟ واش غادي تقرب مني؟ العيش في قلبي بدا كيكبر نهار على نهار، حتى ولا بحال العافيه شاعله لداخل ديالي. وكل ما حاولت نحبس داك الاحساس كان كيزيد يقوى كتر. وكنت عارف باللي بيني وبين لاله شاديه ما بقاتش غير علاقه ديال منات المخبزه مع خدام جديد. دازوا الايام والاسابيع ونهار على نهار وليت كنولف الخدمه في المخبزه. في الاول كان كلشي جديد عليا وكنت كنشوف ونتعلم، ولكن مع الوقت وليت عارف اش خاص يدار وكيفاش يدار. كنت كنوض بكري، كنوجد السلعه، وكنستقبل الكليان بوجه مبشور وكلمه زوينه. وليت معروف عند الناس ديال الحومه كاملين، وكل واحد كيعرفني ويعرف الطريقه ديالي في التعامل. وليت كنقضي ليهم الغرض بالزربه، وكنتحكم في السلعه مزيان، وكنعرف كيفاش نخدم بلا ما نغلط. والناس ديال الحي بداو كيولفوني، خصوصا البنات والعيالات اللي كيجيو يديو الخبز والحلويات من عندنا. بزاف منهم ولا كيتعمد يدوز غير باش يسلم عليا ولا يفرق معايا اللغة، حيت كانوا كيعجبهم الاسلوب ديالي والهضره الخفيفه اللي كتدخل القلب نيشان.
وكانت شي مرات كتولي المخبزة عامرة بالضحك والهضرة الزوينة بسبب شي تعاليق بسيطة كنقولها ولا شي نكتة خفيفة كنشاركها مع الكليان. وهذا الشي خلى الجو داخل المخبزة مختلف شوية، عامر بالحيوية والنشاط. وواحد العشية كانت المخبزة عامرة بالكليان، الناس داخلة خارجة والطلبات كيتسجلوا وحدة مورا وحدة. وسط هاد الحركة كاملة دخلات ياسمين، وحدة من البنات الحومة المعروفة بالأناقة ديالها. كانت لابسة لباس عصري ومهلية في راسها بزاف، وكل خطوة كتخطيها كيبان عليها باللي عارفة راسها زوينة وكتحب الناس يلاحظوها. قربت الكونطوار ووقفات قدامي، ومنين لقاتني كنخدم ونرد على الناس بدات كتهضر بصوت مسموع شويه اكثر من اللازم. قالت لي وهي كضحك: السلام السي عبد الرزاق، تبارك الله عليك، وليتي خدام مزيان بزاف، وحتى المخبزه ولات منوره بك. عافاك بغيت جوج ديال الكرواسا يكونوا سخونين بحال وجهك ويكونوا ديال الكريم. ضحكت وقلت لها: وعليكم السلام لاله ياسمين، مرحبا بك، على راسي وعيني، ها هما احسن كرواسا واجدين لك. ضحكات وهي كتشوف فيا بنص عين وقالت لي: اش هاد الهضره الزوينه، ديما عندك الكلام كيدوب الخاطر، سعدات اللي غادي ديك غادي يكون زهرها كبير. كان باين باللي كتقلب على الهضره والضحك كتار من كرواسه اللي جايه على ودها، وانا كنت غير كنجاوبها في حدود الادب والاحترام. ولكن لاله شاديه كانت في الجهه الاخرى ديال المخبازه كتراجع الحسابات وكتراقب الخدمه كامله. واخا كان باينه مركزه في شغلها، الا ان عينيها ما كانوا كيفوتوا حتى حاجه صغيره كتوقع قدامها. شويه خلات لي في يديها وقربت لينا، ومنين وصلت حدانا بان على وجهها واحد التعبير غريب شويه، الجديه مخلطه مع شي احساس اخر كانت كتحاول تخبيه. وقفات حدانا وقالت بواحد النبره رزينه وكتفرض الاحترام: مرحبا لاله ياسمين، الطلب ديالك ها هو واجد، ها هو قدامك خودي، راه كاينين ناس اخرين كيتسناو نوبتهم. هنا تبدلات الملامح ديال ياسمين شويه، وحسات باللي الوقت ديال المزاح سالا. وقالت ليها: واخا لاله شاديه، شكرا بزاف. شدات داك الكوموند ديالها وخلصات وخرجت برا بالزربه. بقات غير شويه كتشوف من الباب قبل ما تمشي بحال الا كانت ما باغاش تخرج. ومنين خرجات وتسد الباب دورات شاديه وجهها لعندي، وشافت فيا واحد الشوفه غريبه. ما قالت والو في الاول، ولكن من بعد قالت بواحد الصوت خافت فيه شويه ديال العصبيه: السي عبد الرزاق، راك وليتي كتسرح مع الكليان بزاف. الخدمه هنا راه دارت للخدمه، ماشي الهضره والضحك طول النهار. شفت فيها وابتسمت بهدوء، وقربت منها شويه بلا ما يسمعنا حد وقلت ليها: واش بصح هادشي اللي معصبك، ولا غير حيت شفتي ياسمين كتهضر معايا بزاف؟ شافت فيا بنظره سريعه وقالت لي: انا ما عندي علاش نتعصب من هادشي، غير كنهضر على المصلحه ديال المحل وخلاص. قلت ليها وانا مازال مبتسم: ايوا الا كان غير على مصلحه المحل راه كلشي مزيان، اما قلبي وعقلي راهم ماشي مشغولين باي وحده كتدخل تشري الخبز. هنا هزات حاجبها وحاولات تبان عاديه، ولكن بواحد الابتسامه صغيره خرجت ليها بلا ما تحس. وقالت لي: شكون سمعك دابا؟ سير خدم وخلي عليك هاد الهضره. جاوبتها بنبره فيها شويه ديال المزاح، وقلت ليها: انا خدام، ولكن ما نكذبش عليك، كاينين شي ناس كنحسب لحسابهم كتر من شي ناس اخرين. دورات وجهها للجهه الاخرى باش تخبي الابتسامه ديالها، ورجعات تكمل خدمتها، ولكن الملامح ديالها ما بقاش بنفس القساوه اللي كانت عليها من قبل. ومن داك النهار وليت كنحس بلي شي حاجه تبدلات بيني وبين شاديه. ما بقاش كتشوفني غير بحال واحد خدام في المخبزه، وما بقاش كتعاملني بنفس البرود اللي كان في الاول. وداك الموقف البسيط اللي وقع مع ياسمين خلاني نفهم باللي الغيره فرضات راسها لي اول مره، وخلاتني نتيقن باللي المكانه ديالي في قلب شاديه ولات مختلفه على قبل، حتى الا كانت هي مازال ما اعترفتش بها بصوتي عالي. دازو الايام بالزربه، ومع الوقت وليت كنحس براسي بحال ليلة هاد المخبزه ولات جزء من حياتي. ولا لا شاديه حتى هي ولات قريبه لقلبي بطريقه ما كنتش كنتسناها. ونهار على نهار قدرت نفرض الروتين ديالي ونتأقلم مع الخدمة، وليت عارف شنو خاصني ندير منين كندخل المخبزة حتى كنخرج منها. في الصباح بكري وقبل ما تبدا الحركة في الزنقة كنكون واقف قدام الفران، كنوجد العجينة ونحط الخبز يطيب، وكنبقى حاضي الخدمة حتى كتبدا داك الريحة الزوينة ديال الخبز السخون كتعمر المخبزة كاملة. ومن بعد في العشية كنشد الكونطوار نبيع ونشري ونتعامل مع الكليان، ها اللي باغي الخبز ها اللي باغي الحلوى. ومع هاد الروينة كاملة
لاله شاديه كانت ديما واقفه معايا، كتعاوني في كل شيء، وكتونسني حتى في الساعات اللي كيكون فيها العيا غلبني. ومع ليا ولا بيناتنا واحد التجانس كبير، كنضحكوا وكنهضروا على بزاف ديال الحوايج، حتى والله النهار ديال الخدمه كيدوز علينا خفيف ملي كنكونوا مجموعين. وكنت كل مره كنشوف لاله شاديه كنحس باللي كاينه شي حاجه تبدلات في قلبي، ولكن كنت ساكت وكنخبي داك الشي في راسي. واحد الليله جا عندنا واحد الكوموند كبير بزاف ديال الحلوى والخبز ديال واحد العرس في الحي. من الصباح وحنا دايرين الروينه، الخدمه فوق خدمه والكليان داخلين خارجين، وكل واحد كيسول على الطلب ديالو. وبقينا خدامين حتى تعطل علينا الوقت بزاف، وما سالينا حتى ضربات ال11 ديال الليل. ومنين سالينا اخر كوموند، بدينا كنقيو المخبزه ونجمعو داك الشي كامل. شويه بشويه ولات المخبزه خاويه، لا كليا لا صداع، غير السكات والريحه ديال الخبز والحلوى اللي باقيين عامرين في داك البلاصه. سديت غير النص ديال الباب ورجعت حدا لاله شاديه، جلسنا بجوج فوق الكراسي اللي قدام الكونطوار، غير باش نرتاحو شويه من داك التماره اللي دازت علينا طول النهار. كنت كنحس برجليا ما بقاوش قادرين يهزوني، وحتى هي كان باين عليها العيا. بدات الهضره بيناتنا عاديه، قالت لي يا شاديه وهي كتمسح جبهتها بيديها: اوف، والله حتى هاد النهار طويل بزاف، عيت بالصحة عبد الرزاق، ولكن تبارك الله عليك وقفتي معايا وقفة ديال الصح، وما خليتينيش بوحدي وسط هاد الروينة كاملة. ضحكت وانا كنشوف فيها وقلت ليها بصوت دافي: الله يبارك فيك لاله شادية، راه الخدمة معاك ما كتحش بيها، وحتى الا عييت غير ملي كنشوفك مرتاحة كنسى العيا كامل. بقات كتشوف فيا شوية ومن بعد ضحكات وقالت لي: ديما كتعرف كيفاش تهضر وتدخل الهضره للقلب ديال الواحد، ولكن قول لي بصراحه، واش ما عييتيش من هاد الروينه ومن هاد التماره معايا؟ قربت الكرسي ديالي شويه لجهتها وقلت ليها: نعيا حداك؟ راه مستحيل، بالعكس، انا غير كنبقى كنتسنى فوقاش يساليو هاد الساعات ديال الخدمه باش نبقاو هكا، غير انا وياك نهضروا على راحتنا بلا صداع وبلا كليان داخلين علينا كل دقيقه. سكتات شويه وهبطات عينيها وبان عليها الحشمه، ومن تما تبدلات الهضره بيناتنا شويه بشويه. ما بقيناش غير كنهضروا على الخدمه ولا على العيا، ولكن ولا الكلام فيه داك المعنى اللي كيكون مخبي بين السطور. العيون حتى هي ولات كتهضر بلا كلام. قربت منها اكثر وليت كنحس بالسخونيه اللي خارجه من النفس ديالها، وهي كانت ساكته غير كتشوف فيا، داك السكات اللي كان كيقول اكثر من اي هضره. قلت ليها بواحد الصوت خافت: راك حمقتيني يا شاديه، من نهار عرفتك وانا حاس براسي تبدلت، والله حتى ما بقيت كنشوف حتى وحده من غيرك، وداك الشي اللي كنحس به من جهتك ماشي غير هضره وصافي. هي هنا بطات عينيها ولا اللون ديال حناكها محمر شويه وقالت لي: عبد الرزاق، راك طولتي في هاد الهضره، وانت راك عارف باللي وليتي ماشي شي واحد عادي عندي. داك الجواب دخل لقلبي بحال النار، وما بقيتش عارف شنو نقول. قربت منها اكثر ومديت يدي حتى قصت حناكها بشويه، بقات ساكته وعيونها مسمرين فيا. قربت منها وعطيتها بوسه خفيفه ودافيه على شنايفها، وفي ديك اللحظه ما بعداتنيش، بالعكس، تجاوبات معايا بحنان وشوق وحضناتني بحال ليلة كانت حتى هي كتحبس داك الشي في الداخل ديالها لمدة طويلة. ولكن شوية بعدات عليا بالزربة ووقفات بحال ليلة فاقت من شي حلم، ولات كترجف والخوف باين في عينيها. قالت لي بصوت مخلط بالخوف: لا لا عبد الرزاق، حبس الله يجازيك بالخير، ما نقدرش نكمل هكا. واش نسيتي بلي حنا في وسط المخبازة؟ الا شافنا شي حد ولا خرجت الهضره غادي نولي شوها قدام الناس، وانا سمعتي وعراضي غاليين عليا. بقيت كنشوف فيها وانا حاس بالحسره، حيت ما كانش في بالي نقلقها ولا نخليها تخاف. قلت ليها: سمحي لي يا لاله شاديه، والله ما كان قصدي نضايقك، انا كنبغيك بصح، وما بغيتش ليك الصداع ولا شي حاجه تخليك تحشمي قدام شي حد. بدات كتقاد الشال ديالها وكترد البال راسها، ومن بعد شافت فيا وابتسمت واحد الابتسامه اللي كان فيها الحب ولكن حتى شويه ديال الندم. قالت لي: عارفه قلبك عبد الرزاق، وعارفه باللي نيتك ما فيها غير الخير، ولكن عافاك خلي الامور تمشي شويه بشويه، وكل حاجه تجي بوقتها. ما بغيتش ندمو بجوج على شي تصرف درناه بلا ما نفكرو. وسكتات شويه وزادت قالت لي: يلا سير دابا لدارك، راه الوقت فات بزاف والله يسهل عليك.
في ديك اللحظة أنا لبست حوايجي وبقيت كنشوف فيها واحد اللحظة قبل ما نخرج. كان قلبي شاعل وما كنتش عارف واش نفرح حيت عرفت باللي حتى هي عندها شي مشاعر تجيهتي، ولا نحزن حيت بعدات عليا في آخر لحظة. خرجت من المخبزة وديك الليلة بقات دايرة في بالي. الزنقة كانت خاوية والليل هاني، ولكن راسي كان عامر غير بشادية وبداك الشي اللي وقع بيناتنا. ومهما كان ما فقدتش الامل وما استسلمتش، بالعكس عاهدت راسي باللي الا كانت شادية فعلا كتحس بيا كيف ما كنحس بيها غادي نحاول نتقرب ليها بطريقة اللي تريحها وتحافظ عليها. وليت كنتسنى غير الفرصة المناسبة باش نرجع نفتح معاها قلبي من جديد، ولكن هاد المرة بالشوية وبالعقل، حتى نعرف واش داك الحب اللي بدا بيناتنا غادي يكبر ويولي شي حاجة زوينة بصح. داك الليلة فتحت قدامي باب كنت ديما كنقول مع راسي باللي ما عمرو غادي يتحل. باب جديد دخلت منه العالم ما كنتش حتى كنتصور راسي نقدر نعيشو مع شادية. من بعد داكشي اللي وقع بيناتنا حسيت بحال ليلة داك الحيط اللي كان ديما واقف بيني وبينها بدا كيتهرش شوية بشوية حتى ما بقى منه والو. ولات بيناتنا واحد الراحة والثقة ما كانش من قبل، ولينا كنشوفو بعضياتنا بنظرة مختلفة، بحال الا كنحملو بجوج سر كبير ما عارف به حتى واحد من غيرنا حنا. ومن داك النهار ولات الخدمة في المخبزة هي أحسن لحظة كدوز عليا في النهار كامل. قبل كنت كنفيق بكري غير حيت خاصني نمشي نخدم، ولكن دابا وليت كنفيق وانا فرحان، كنوجد راسي بنشاط وكنسابق الوقت غير باش نوصل ونشوف شادية. كانت غير ابتسامة منها كافية تبدل ليا المورال ديالي النهار كامل، ونظرة من عينيها كانت كتخليني نحس براسي بحال ليلة الدنيا كلها زوينة. وحتى هي رغم أنها كانت كتحاول ديما تبان عادية قدام الناس، كنت كنحس باللي شي حاجة تبدلات فيها، ولات كتقلب عليا بعينيها الا ما شافتنيش قدامها، وكتلقى ديما شي سبب صغير باش تهضر معايا ولا تسولني على شي حاجة حتى الا كانت عارفة الجواب ديالها من قبل. ما كناش قادرين نبينوا للناس شنو واقع بيناتنا، ولكن بيناتنا حنا بجوج كانت كاينه واحد اللغة خاصة ما كيفهمها حتى حد. وسط الزحام ديال الكليان والصوت ديال الماكينات د العجين والريحة ديال الخبز والحلويات اللي عامرة في المخبزة، كنا كندوزو الهضرة بالمعاني، بكلام قصير وغمزات خفاف، ولكن كل كلمة كانت كتحمل معاها معنى كبير. داكشي كان ذكي ومخبي، الا سمعوا شي واحد اخر يمكن يسحبوا غير هضرة عادية ديال الخدمة، ولكن حنا كنا فاهمين بعضياتنا مزيان. كانت شادية واقفة حدا الطابلة كتقاد الصابلي، يديها خدامين بالزربة، وانا كنت حاضيها من بعيد. فاش دزت من حداها وهز الكرطونة ديال السلعة قربت منها شوية بلا ما نخلي حتى واحد يلاحظ، وهمست ليها بصوت خافت وقلت ليها واش العقل باقي في بلاصتو ولا طار مع ديك الليلة لالا شادية. راه من داك النهار وانا حاس براسي ما بقيتش هو هذاك، والروح ديالي ولات معلقة بك. شادية بقات كتخدم بحال ما سمعت والو، ولكن شفت ابتسامة خفيفة بانت فوق شفايفها. بلا ما تهز راسها جاوباتني بصوت خفيف، قالت لي اسكت عبد الرزاق، راك ديما كتختار الوقت الغلط باش تجمع وتهضر. رد بالك ودير عقلك مع خدمتك قبل ما يلاحظوا الناس ويعرفوا باللي راك ماشي هو هذاك. ابتسمت وانا كنميل عليها شويه وقلت ليها وكيفاش بغيتي نجمع عقلي وهو كامل معلق بك؟ راكي خديتي ليا العقل والقلب وخليتيني كنخدم غير بالكسده. هنا زات عينيها فيا وكانت فيهم واحد الشوفه ما قدرتش نغلط فيها، شوفه ديال الحب اللي كانت كتحاول تخبيه، ولكن كل مره كانت عينيها كتفرشها. ابتسمات وقالت لي صافي سير تقد في بلاصتك وخلي عليك الخدمه ديالي، غير تسنى حتى يخوى المحل ومن بعد غادي نشوف شغلي معاك. سمعت هاد الجمله وبقيت كنشوف فيها مبتسم، وهي بالزربه ردات راسها للخدمه باش ما تبانش عليها الضحكه. ومره اخرى كنا واقفين بجوج في العشيه والجو في المخبزه بدا كيخوى شويه من بعد نهار طويل. دخل واحد الكليان وطلب الخبز سخون. شادية مشات للفران وخرجات ليه الخبز وعطاتو ليه ودارت معاه الصواب وشكرها وخرج. فاش تسد الباب وخرج التفتات عندي وبقات كتشوف فيا شويه، من بعد قالت لي بصوت هادي كيخليني نضيع في الهضره ديالها. قالت لي اليوم لاحظت باللي كثرتي من الشوفات فيا، واش كاين شي جديد ولا شنو؟ انا ما ضيعتش الفرصه وقربت شويه للكونطوار وقلت ليها بكل ثقه الجديد هو انني كل نهار كنلقى راسي كنبغيك كتار من النهار اللي قبل، وكل مره كنشوف فيك كنحاول نقرا بعينيا شنو مخبيه في قلبك، حيت انا متاكد باللي راه ماشي غير انا اللي تبدلت.
عقدات حجبانة ودورات راسها بحال اللي ما عجباتهاش الهضره، ولكن الابتسامه كانت ديما كتفضحها. قالت لي انت عبد الرزاق راك وليتي عايق بزاف وخاصك شي قرصه في يديك باش تكمل شويه وترد البال. ضحكت وقلت ليها بلا ما نتردد انا واجد لاي قرصه منك، غير تكون من يديك الزوينين. هنا ما قدرهاش تحبس الضحكه ديالها، ضحكات بخيفه وهي كتهز راسها، ومن بعد حاولات ترجع جاده ولات كترتب في الكونطوار بحال اللي ما وقع والو. ولكن عينيها كانوا كيقولوا لي كلشي، كانوا كينطقوا بداك الحب اللي كانت مخبيه في الداخل ديالها، حتى الا كانوا شنايفها كيحاولوا ينكروا. وهكا بقينا انا وشاديه عايشين بين الحب والخوف، بين الرغبه باش نعيشوا داكشي اللي حاسين به، والخوف لا شي حد يلاحظ التغيير اللي وقع بيناتنا. كل نهار كانت كتزاد بيناتنا خطوه صغيره، كلمه ولا نظره ولا ضحكه ولا لحظه قصيره كنلقاو فيها راسنا بوحدنا. كنا عارفين باللي بيناتنا ما بقاش مجرد اعجاب عابر ولا غير هضره كدوز مع الوقت، كان شي حاجه كبر من هاد الشي كامل، شي حاجه كتكبر في السكات نهار على نهار. وبقينا كنتسناو غير الوقت المناسب، داك الوقت اللي نكونوا فيه بوحدنا وبعيد على عينين الناس، باش نجمعوا راسنا ونفهموا شنو غادي نديروا بهاد المشاعر اللي ولات كتحكم فينا بجوج. ولكن في داك الوقت كانت كل نظره من شاديه كتخليني نتمنى يزيد النهار يطول، وكل ابتسامه منها كتخليني ننسى العيا ديال الخدمه. وكنت حاس باللي حتى هي ولات كتعيش نفس الاحساس، غير كل واحد فينا كاين كيتسنى الاخر يدير شي خطوه كبيره. بقينا غاديين على هاد الحال ايام طويله، وكل نهار كيدوز كان كيزيد فيه العشق يغلي بيناتنا اكثر واكثر. ما بقيناش غير جوج ديال الناس خدامين في مخبزه وحده، ولا كاين بيناتنا واحد الاحساس خفي، واحد القرب اللي ما كيتقالش بالكلام ولكن كيبان في النظرات وفي الابتسامات، وحتى في داك السكات اللي كان كيطول بيناتنا بلا ما نحسو بالوقت. كل نهار كان كيزيد يقربنا لبعضياتنا اكثر، وكنت كنحس براسي وليت كنتسنى غير شي فرصه باش نقدر نقرب منها اكثر ونعرفها بعيد على الجو ديال الخدمه والمخبازه. وفعلا جات اللحظه اللي كنت كنتسناها من شحال هادي، اللحظه اللي غادي نمشي فيها لدار شاديه ونشوفها في جو اخر بعيد على الزحام والرواج ديال المخبازه. واحد النهار كنا خدامين في العشيه والمخبزه عامره بالحركه، الكليان داخلين خارجين، والريحه ديال الخبز السخون عامره في البلاصه. ولكن في وسط هاد الشي كامل لاحظت باللي شاديه تبدلات، بدات كتحط يديها على راسها، وجهها تبدل وبانت عليها العلامه ديال العيا بزاف، وجهها تزنق شويه ويديها بداو كيرجفوا من السخونيه والوقفه الطويله. ملي شفتها في هاد الحاله تشوشت عليها وقربت منها وقلت ليها بصوت باين فيه الخوف: مالك لاله شاديه؟ باين العيا في عينك، راك ماشي هي هاديك اليوم، بصحتك راه ماشي لعبه، خاصك ترتاحي. شاديه حاولت تبان عاديه، ولكن صوتها كان ضعيف، وكانت كتمسح جبهتها بيديها وهي كتنفس بشويه ديال الصعوبه. قالت لي عبد الرزاق، حاسه براسي ضايخه بزاف، وراسي كيزدح عليا بحال ليله طاح ليا السكر، وما بقيتش قادره نوقف مزيان. ما خليتهاش تكمل هضرتها، وقلت ليها بلا ما نتردد: صافي بركة عليك اليوم، سيري ارتاحي في دارك وخلي المخبزة عليا، ما تخافي على والو، غادي نقابل الخدمة حتى تسالي، ومنين نسد المخبزة نجيب لك الساروت حتى لباب الدار ونشوف واش راك بخير. شافت فيا شادية بواحد الشوفة طويلة فيها الامتنان، ولكن كان فيها حتى واحد الاحساس اخر ما قدرش نفسره في داك الوقت. ابتسمت ابتسامة خفيفة وقالت لي بصوت ضعيف: الله يرضي عليك عبد الرزاق، كون هاني هاني غادية، غير رد البال للخدمة وما تخليش الكليان يتسنى بزاف. قلت ليها سيري ارتاحي وانا غادي ندبر راسي هنايا. جمعات حوايجها ومشات شادية لدارها اللي كانت قريبة للمخبازة، وغير خرجت من الباب وانا بقيت واقف كنتبع فيها بعيني حتى غبرت عليا. من داك الوقت ولا قلبي وعقلي تماك في دار شادية، بقيت كنخدم بيدي ولكن مخي كان معاها. كل مرة كنسمع شي صوت في الزنقة كنقول يمكن رجعت، وكل مرة كنشوف في الساعة كنحس بالوقت واقف ما بغاش يدوز. وليت كنطلع على الساعة كل جوج دقائق وكنقول مع راسي: امتى غادي يجي الليل ونسالي هاد الخدمة؟ ومع دازو الساعات وبدا الزحام كينقص شوية بشوية حتى قربت 9 ديال الليل. اخر كليان خرج والمخبزة ولات مكالمية بشكل غريب من بعد داك الصداع والحركة اللي كانت فيها طول النهار. وملي تأكدت باللي ما بقى حتى واحد،
بديت كنجمع السلعة ونرتب البلاصة، طفيت الضو وتأكدت من الفران ومن كل شيء. ومن بعد سديت المحل، من بعد مشيت للباب وسديتو مزيان بالساروت. بقيت واقف لحظة قدام الباب ديال المخبزة والساروت في يدي، وكنشوف في الزنقة اللي كانت خاوية والليل بدا كيغطي عليه. ما عرفتش علاش، ولكن قلبي بدا كيدق بالجهد، بحال الا كنت غادي ندير شي حاجة كبيرة وما عرف شنو غادي يوقع من بعدها. شديت الساروت وقصد الدار ديال لاله شادية. كانت غير شوية ديال الدقايق بين المخبزة ودارها، ولكن في داك الوقت حسيت بيها بحال طريق طويلة ما بغاتش تسالي. كنت كنمشي وقلبي كيضرب بالجهد، كيدق في صدري بحال شي طبل. وكل خطوة كنت كنقرب بها من دارها كانت كتزيد في الستريس اللي كنحس به. حتى العرق البارد بدا كيسيل مني، وما عرفتش واش من الخوف ولا من كثرة الشوق. كنت تنقول مع راسي: عبد الرزاق، اش غادي تقول ليها ملي توصل؟ واش غادي تعطيها الساروت وتسول عليها وترجع، ولا هاد الزيارة غادي تكون بداية لشي حاجة عمرها ما كانت في الحساب؟ وصلت قدام دارها، وقفت وبقيت كنشوف في الباب، والساروت باقي مشدود في يدي، وقلبي كيزيد يدق كتر وكتر. هزيت يدي باش ندق في الباب، ولكن قبل ما يلمس صباعي الباب وقفت. في داك اللحظة بالضبط حسيت براسي دخلت لواحد الطريق اللي ما عرفتش فين غادي يوصل بيا، ولكن كنت متأكد من حاجة وحدة: هاد الليلة ما غاديش دوز بحال أي ليلة أخرى. في داك اللحظة كنت كنحاول نجمع أنفاسي اللي كانوا مخلطين بين العيا والتوتر. قلبي كان كيدق بالزربة، وما كنتش عارف واش هاد الشي من الطريق اللي قطعت ولا من الفرحة اللي كانت عامرة بيا من الداخل. بقيت واقف قدام الباب كنخمم غير في شادية، وفي اللحظة اللي غادي نشوف فيها وجهها من جديد. ومن بعد دقيت جوج دقات خفاف، ما طولتش بزاف، وبدا الباب كيتحل بشوية. أول ما بان ليا وجه شادية حسيت بحال ليلة قلبي وقف واحد اللحظة وعاد رجع خدم من جديد. ولكن هاد المرة ما كانتش لابسة داك اللباس اللي تعودت نشوفها به في الخدمة. كانت لابسة بيجامة ديال الدار، قطنية باللون كحل، وجاية عليها مزيانة، وكتعطيها واحد الطلة زوينة وأنثوية، محلولة شوية من جهة العنق، وشعرها الطويل طايح على كتافها، وعينيها فيهم واحد اللمعة اللي كيخلي الواحد يضيع في النظرة ديالها. رحبات بيا بصوتها الهادي وقالت لي: مرحبا بك عبد الرزاق، دخل، راك بقيتي غير في العتبة. دخلت وانا ما عارفش علاش حسيت براسي مخربق قدامها. بقيت كنشوف فيها بلا ما نحس، وحاولت نخبي داك الارتباك ديالي وقلت ليها: مساء الخير لاله شادية، جيت غير نطمن عليك ونشوف واش راكي مزيانه. شافت فيا وابتسمت داك الابتسامه اللي كانت كتهون عليا بزاف د الحوايج وقالت لي: الحمد لله، كان غير شويه ديال العيا. دابا دخل وتهنى، راه وجدت لك شي حاجه تشربها وتروي بها العطش ديالك. دخلت للدار وكانت نقيه ومقاده، والجو فيها مكالمي، وكتشم غير الريحه ديال البخور والمسك اللي معمره الدار. حسيت براسي منين دخلت بحال الا دخلت لواحد العالم هاني وبعيد على الصداع ديال الدنيا كامله. جلسنا في الصالون وكان الجو دافي ومريح. جابت ليا كاس ديال العصير بارد وحلوه خفيفه، وبقينا كنهضروا بالشويه وبالخف. نهضر انا مره وهي كتجاوبني شي مرات، وكنضحكوا على شي كلمات بساط. ولكن مع الوقت بدا الكلام كينقص شويه بشويه، ولا الصمت هو اللي كيجمعنا. غير ان داك الصمت ما كانش محرج، بالعكس كان عامر بكلام ما كيتقالش. كانت العيون كتهضر كتر من الفم، وكل نظرة كانت كتقول شي حاجة. شوية بشوية قربت منها في الجلسة وبقيت ساكت واحد شوية، ومن بعد مديت يدي ولمست يديها بشوية. يديها كانوا باردين، ولكن هي ما بعداتنيش وما تراجعتش، غير دارت عينيها فيا وبقات كتشوف فيا بنظرة طويلة. ومن بعد مالت براسها وحطاتو على كتفي وقالت لي بصوت خافت: كنت عارفة باللي غادي تجي، حيت قلبي كان حاس بك. داك الكلام دخل لقلبي مباشرة. حسيت بحال ليلة داك الشي اللي كان مخبي في صدري مدة طويلة لقى أخيرا الطريق باش يخرج. قربت ليها أكتر وقلت ليها بصوت خارج من القلب: كون غير عرفتي شحال وانا كنتسنى هاد اللحظة. راكي حمقتيني يا شادية، وما بقيش قادر نصبر على هاد البعد. ومن ديك اللحظة حسيت بحال ليلة كاع الحواجز اللي كانت بيناتنا مشات، بقى غير القرب.
والحنان وداك الشوق اللي كان مخبي في القلب من مدة. عنقتها بقوة وحتى هي قربات مني، وبقينا غارقين في واحد اللحظة دافية عامرة بالمحبة والاشتياق. ديك الليلة دازت علينا بحال شي حلم زوين، الساعات جراو بلا ما نحسو بيهم، وبقينا قراب لبعضياتنا، كنهضروا مرة ونسكتوا مرة، ونضحكوا ونتقاسموا داك الإحساس الزوين اللي كان كيكبر بيناتنا مع كل دقيقة. كان الحب اللي بيناتنا مخبي مدة طويلة، وداك الشي كامل بان في القرب ديالنا، في كل كلمة زوينة، وفي كل نظرة، وفي كل لحظة دافية دازت بيناتنا. وفي واحد اللحظة، ومن بعد ما هدأ كل شي، كنا ناعسين في بيت الناس، قراب لبعضياتنا، والدار مكالمية والجو هاني. هزيت راسي وشفت فيها مزيان. في ديك الساعة حسيت باللي ما بقى عندي علاش نبقى نخبي هادشي اللي في قلبي. ابتسمت ليها بحب حقيقي، وقلت ليها بصوت جاد وخارج من الصميم ديال القلب: شادية، عييت ما نبقاو مخبيين، وعييت نبقى كنتسنى. انا بغيتك تكوني معايا في الحلال، وبغيت نبني معاك حياتي. واليوم قدام ربي كنطلب يديك للزواج، واش تقبلي تكوني مرتي ورفيقة عمري؟ بقات كتشوف فيا واحد اللحظة وعينيها بداو كيلمعوا بالدموع، كانت باينة عليها الفرحة، وابتسمت ابتسامة كبيرة وترسمت على وجهها. قربت مني كتر، وعطاتني واحد البوسة دافية على جبهتي، وقالت لي بصوت مخلط بالفرحة والتأثر: موافقة عبد الرزاق، ومن هاد اللحظة ما بقى بيناتنا لا خوف لا تردد. بغيت نكون معاك ونكمل حياتي حداك بالحلال والمحبة. شديت يديها بين يدي، وحسيت في ديك اللحظة باللي كاع داك الانتظار وكاع داك الشوق ما مشاش في الخوا، حيت من داك الباب اللي دخلت منه غير باش نطمن عليها، خرجت من بعد وانا حامل معايا وعد جديد، وعد ديال الحياة كاملة غادي تجمعني انا وشادية. رجعت للدار معطل داك الليلة، كان الفجر قرب يطلع، والزنقة مكالمية. بقيت طول الطريق وانا كنخمم في شادية، في كلامها وفي ضحكتها، وفي داك الوعد اللي عطيناه لبعضياتنا. ما كنتش قادر نحبس داك الاحساس الزوين اللي عمر قلبي، بحال لي شي حمل كبير كان فوق كتافي وتهز دقة وحدة. وملي وصلت للدار، حليت الباب غير بشوية باش ما نفيقش الوالدة. دخلت ولقيتها ناعسة ومرتاحة، وباين عليها ما حاسة بوالو. بقيت كنشوف فيها وقلت في خاطري: الله يخليها ليا، غدا غادي نفرح قلبها بخبار عمرها ما كانت كتسناه. مشيت لبلاصتي وتكمشت في الناموسية، ولكن النعاس ما بغاش يجي بسهولة. بقيت كنتقلب وانا كنفكر في كلام شادية، وفي اللحظة اللي وافقت فيها تجمع معايا بالحلال. كل مرة كنت كنرجع نتفكر كلامها، كانت كتخرج ليا واحد الضحكة بوحدها. قلبي كان عامر بالفرحة والراحة، وحسيت باللي أخيرا داك العكس والظلام اللي كانوا تابعيني مدة طويلة تهرسوا ومشاو بحال ليلة عمرهم كانوا. ولأول مرة من زمان حسيت براسي مرتاح ومطمن، وحسيت باللي الحياة ديالي بدات كتمشي في الطريق اللي كنت ديما كنتمنى. وما عرفتش فوقاش داني النعاس، غير فقت مع الصباح على الصوت ديال الوالدة وهي كتوجد الفطور كالعادة. خرجت من بيت الناس، وما قدرتش نخبي داك النشاط والفرحة اللي كانوا باينين عليا. وجهي كان ضاوي، وعيني فيهم واحد البارق اللي حتى انا ما قدرتش نتحكم فيه. الوالدة شافت فيا باستغراب، وطلعت ليا واحد الابتسامة حنينة، وقالت لي وهي كتوجد اتاي: صباح الخير ولدي، مالك اليوم منور هكا، وجهك كيشعل، وقيلا كاين شي خبر زوين مخبي عليا. جلست حداها وانا مبتسم حتى لودني، وحسيت باللي اللحظة اللي كنت كنتسناها وصلت. قلت لها: صباح النور الوالدة. ايه عندك الصح، عندي ليك واحد الخبر والله حتى غادي يفرحك بزاف، يمكن احسن خبر غادي تسمعيه عليا في حياتك. هزات يديها من على البراد، وبقات كتشوف فيا بعينيها اللي عامرين بالفضول، وقالت لي: خير ولدي، ما تخليش قلبي معلق هكا، قول لي، الله يدير لك الخير ويفرحك، شنو واقع؟ قربت منها اكثر، وبقيت كنشوف في ملامحها وانا فرحان. ومن بعد قلت ليها: صافي الوالده، البارح هضرت مع لاله شاديه، وفتحت معاها الموضوع ديال الزواج، وطلبت يديها للحلال. هنا عينيها وساعو، وما خليتهاش تسنى بزاف، وكملت وانا كنضحك. وراها وافقات، شاديه وافقات تجمع معايا في الحلال، وان شاء الله غدا نديرو داكشي اللي كتب الله، ونبداو صفحه جديده في حياتنا بجوج. من كثرة الخلعه والفرحه، البراد اللي كانت شاده الوالده طاح من يديها، ودارت لعندي بالزربه وعلقتني بالجهد.
حسيت بدموعها السخان كيسيلو من خدودها، وهي كضحك وكتبكي في نفس الوقت. قالت لي الحمد لله يا ربي، الحمد لله، الله يرضي عليك ولدي ويفتح عليك بيبان الخير والرزق والسعادة. والله حتى فرحت لك من قلبي. شادية مرا حرة وبنت الناس، وتستاهل كل الخير. ربي يجمع بيناتكم على خير ويهنيكم مع بعضياتكم ويجعل أيامكم كلها فرحة. بقيت معنقة، وحتى أنا حسيت بدموعي قربوا يطيحوا. وفي ديك اللحظة ما كانش كاين عندي شي إحساس حسن من أنني نشوف الوالدة فرحانة بيا. كان داك النهار بدا بأحلى خبر، وكنت حاس بلي الحياة ديالي أخيرا تبدلات، وأن اللي جاي بإذن الله غادي يكون حسن بزاف من داكشي اللي دازو ليام بالزربة، نهار ورا نهار، وكل حاجة كانت كتيسر بطريقة عجيبة، بحال ليلة باب الرزق والفرحة تتحل في وجهي في دقة وحدة. داكشي اللي كنت كنشوفو صعيب ومعقد ولا كيتحل بوحدو، والحوايج اللي كنت كنخمم فيهم بزاف لقيت ليهم حلول ما كنتش حتى كنتسناها. ومع مرور الايام قررنا انا وشاديه نديرو عرسنا، وما بغيناش عرس كبير فيه التبدير والصداع، بغيناه بسيط وعلى قد الحال، ولكن عامر بالفرحه والمحبه. جمعنا فيه العائله والحباب والناس اللي قرابين من قلوبنا، وكل واحد جاي يفرح بينا ويدعي لينا بالهنا والسعاده. كانت ضحكه معمره الدار، والزغاريت كتسمع في كل جهه. وانا باقي حتى لدابا ملي كنتفكر داك النهار كنحس بقلبي كيرجع يعيش نفس الفرحه من جديد. شادية نهار العرس كانت زوينة بطريقة ما توصفش، بحال شي عروس خارجة من شي حكاية خيالية، لابسة قفطان مغربي أصيل بلون ملكي، والتفاصيل ديالو كانت كتبرز جمالها كتر، وشعرها وضحكتها ونظرات عيونها، كلشي فيها كان كيلمع. أي واحد شافها بقى كيتأمل فيها. صراحة كانت خاطفة العين، وخدات قلوب الحاضرين كاملين. وأنا كنت كنشوف فيها وكنقول بيني وبين راسي، واش بصح هاد المرا هي اللي غادي تكمل حياتها معايا؟ أما أنا فكنت طاير من الفرحة والسعادة اللي كانت عامرة قلبي. داك العكس وداك التشاؤم اللي كانوا لاصقين فيا مدة طويلة تبخروا بحال الليلة ما كانوش في خطرة. وليت كنفيق الصباح وعندي رغبة نعيش، نخدم ونضحك ونخطط للغد ليه يكون حسن. ولقيت راسي بين يدين مرا كتموت عليا وكتعشقني بصح. مرا دخلت لحياتي في واحد الوقت ما كنتش كنتسنى فيه حتى حاجة زوينة. أنا وشادية بقينا خدامين في المخبزة ديالنا كتف بكتف، وكل نهار كنا كنزيدو نلقاو فيه البركة والخير، والربح بدا كيتحسن شوية بشوية. المخبزة اللي كانت عامرة غير بالخدمة ووسيلة باش نعيش، ولات عندي بحال الدار التانية ديالي، حيت فيها تبدلات حياتي كاملة. كل ركن فيها كان كيرجع ليا ذكرى، وكل نهار كنحل الباب ديالها كنحمد الله على النعمة اللي عطاتني. والوالدة كانت حتى هي فرحانة بينا فرحة كبيرة، كانت كتجلس حدا الكونطوار وكتشوف الناس داخلة خارجة، وكتشوفني انا وشادية خدامين ومهنيين، وكتبتسم من قلبها، وكانت ديما رافعه يديها وكتدعي لينا بالخير والهنا، وكتبغي تشوف ولادها وولاد ولادها قراب ليها عايشين مجموعين في المحبه والدفى. واخيرا الحياه ضحكات لينا بعد داكشي اللي دوزت من صعوبات ولحظات كنت كنحس فيها بالياس. فهمت باللي ربي كيخبي للانسان الخير في واحد الوقت اللي ما كيكونش حتى هو براسو متوقع. ولقيت باللي احسن حاجه ربحتها في حياتي ماشي هي المخبزة اللي عامرة بالخبز والحلويات، وماشي الربح اللي ولا كيدخل علينا. أحسن ربح ربحته في عمري كامل كانت شادية مولات المخبزة، هي اللي نورت لي حياتي، وهي اللي خرجتني من العتمة اللي كنت عايش فيها، وردات لقلبي الحياة من جديد. كانت بحال النور اللي دخل لدار مظلمة من سنين، ومن نهار دخلت لحياتي عرفت باللي كاين ضوء عمرو ما كيطفى إلا كان خارج من القلب كيبغيك بصح. وهنا كتسالي القصة ديال اليوم. إلا عجبتكم القصة ما تنساوش تضغطوا على لايك، وخليو لي الرأي ديالكم في التعاليق. وإلا كنتو مازال ما اشتركتوا في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وحتى نتلاقاو في القصة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم.